رسميا مواجهات دور 16 من كأس الأمم الإفريقية 2024. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم، يا رب تكونوا جميعا بخير. رسميا مع نهاية دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2024، واللي الترتيب النهائي لست مجموعات. المجموعة الأولى في الصدارة غينيا الاستوائية ب7 نقط، وفي المركز الثاني نيجيريا ب7 نقط، وكوت ديفوار صاحبة الأرض في المركز الثالث ب3 نقط، وفي المركز الرابع غينيا بيساو بدون نقط. المجموعة الثانية في الصدارة الرأس الأخضر ب7 نقط، وفي المركز الثاني مصر ب3 نقط، وفي المركز الثالث غانا بنقطتين، وفي المركز الرابع موزمبيق بنقطتين. بينما المجموعة الثالثة في الصدارة السنغال ب9 نقط، وفي المركز الثاني الكاميرون ب4 نقط، وغينيا في المركز الثالث ب4 نقط، وفي المركز الرابع جامبيا بدون نقط. بينما المجموعة الرابعة في الصدارة أنجولا ب7 نقط، وفي المركز الثاني بوركينا فاسو ب4 نقط، وفي المركز الثالث موريتانيا ب3 نقط، وفي المركز الرابع الجزائر بنقطتين. بينما المجموعة الخامسة في الصدارة مالي ب5 نقط، وفي المركز الثاني جنوب أفريقيا ب4 نقط، وفي المركز الثالث ناميبيا ب4 نقط، وفي المركز الرابع تونس بنقطتين. بينما المجموعة السادسة والأخيرة في الصدارة المغرب ب7 نقط، وفي المركز الثاني الكونغو ب3 نقط، وفي المركز الثالث زامبيا بنقطتين، وفي المركز الرابع تنزانيا بنقطتين. وبالتالي فدور المجموعات يشهد رسميا خروج منتخبين عربيين، المنتخب الجزائري والمنتخب التونسي، عشان يكون قدام مواجهات متفاوتة من حيث صعوبتها وقوتها في دور 16، واللي هيبدأ إن شاء الله يوم السبت 27 يناير بمواجهتين. مواجهة أولى ما بين أنجولا وناميبيا، بينما المواجهة الثانية ما بين نيجيريا والكاميرون. في حين يوم الأحد هيشهد مواجهتين برضه من دور 16، غينيا الاستوائية في مواجهة غينيا، مصر في مواجهة الكونغو. بينما يوم الاثنين في برضه مواجهتين، الرأس الأخضر في مواجهة موريتانيا، السنغال في مواجهة كوت ديفوار. بينما آخر مواجهات دور 16 هيكون يوم الثلاث إن شاء الله بمباراتين، مالي في مواجهة بوركينا فاسو، المغرب في مواجهة جنوب أفريقيا. وبالتالي مواجهات متفاوتة من حيث صعوبتها وقوتها، وزي ما شايفين المسار فممكن نشوف مواجهات نارية في ربع النهائي. يا ترى ايه توقعاتكم للثمان منتخبات اللي هيتأهلوا لربع النهائي؟ وهل تستكمل الثلاث منتخبات العربية اللي موجودين في دور 16 مشوارهم ان شاء الله في ربع النهائي؟ مستني رأيكم وتوقعاتكم في التعليقات، وشكرا للمتابعة، وسلام.